كما هو الحال دائما، أثبت فريد مرة أخرى أنه شخص مريض بالذهاب إلى بيلين في أول فرصة وجدها. حتى بيلين أدركت مدى مرض فريد وأخبرته بذلك. السؤال: كيف سيخرج فريد الذي ذهب للقتال مع سيردار من أجل بيلين من هذا الموقف؟ بعد أن التقى بسيردار في منزل بيلو دعاه إلى مكان للقتال. لم يكن فريد يعلم بأنه ينتمي إلى عائلة كبيرة ومن ذلك النوع، لذلك لم يستطع فهم أنه قد اصطدم بحجر صلب. فكيف سيخرج فريد وعابدين من هذا المأزق؟ في الحلقة السابقة عندما أعطى فريد عنوان المكان إلى سيردار كان أمام باب بيلين. بعبارة أخرى، ربما تكون بيلين قد سمعت ما دار بينهما، وقد تكون ذهبت إلى مكان اللقاء لأنها كانت خائفة على فريد، حتى أنها أكدت على سيردار بأن لا يؤذي فريد لأنها تعلم حقيقة عائلته، وحذرت فريد من الاقتراب من سيردار، إلا أنه لم يستمع لها. لذا في الحلقة القادمة من المرجح أن تكون بيلو هي الشخص الذي سينقذ فريد وعابدين من هذا الموقف، وستفعل ذلك إما بالدخول في منتصف المعركة بنفسها، لأننا جميعا نعلم أنه في مثل هذه العائلات من المستحيل هز اليد في المعارك التي تتدخل فيها النساء، وبهذه الطريقة قد تتمكن من جعلهم يسحبون الرجال أو يؤخرون الشجار. وهنا قد تكون بيلين قد أخبرت جولجان أو أورهان لأنها كانت خائفة على فريد، لذلك يرجح أن أورهان سيجمع الناس من عائلته والرجال، وهنا ستظهر قوة آل كورهان لأنهم لن يغلقوا هذا الحدث بسهولة. ويبدو أننا سنرى قوة الكورهان في الحلقات القادمة، وقد رأينا ذلك في الحلقات السابقة عندما أظهروا لنا طفولة فريد وفؤاد وأظهروا معها قوة عائلتهم. ماذا عن اجتماع إيفا وسيران؟ أنا متأكدة من أن العديد منكم قد لفت انتباهه تصرف إيفا، حتى أن هناك من يفسر تصرفات ومواقف إيفا على أنها نسخة أكبر من فريد. كما قالت ديفنا، يبدو أنه زير نساء ومستهتر، وذكر ديفنا لسيران بأنها شخص مختلف قد لفت انتباه إيفا. كما لاحظنا جميعا فإنه بعد دخول سيران إلى الداخل تأثر إيفا بها كثيرا ولم يستطع أن يرفع عينيه عنها، أي أنه كان مرتبكا للغاية. لقد عرف الكثير من النساء المختلفات حتى الآن، لكن يبدو أنه سيحاول الكشف عن ضعفه من خلال اللعب على مشاعر سيران وتجميلها كامرأة قوية وحرة. لذا فإن إيفا شخصية لا يستهان بها، وستؤثر كثيرا على حياة سيران وفريد. ومع ذلك قد لا تستمر هذه الرياح الباردة لفترة طويلة، حيث لديه عرض من 5 حلقات فقط في المسلسل، وبالطبع إذا كانت الشخصية محبوبة فيمكن تمديد هذا الوضع، لأن دور يوسف قد تم تقليصه، ويبدو أن مشاعر فريد ستختبر من خلال إيفا. ولكن ماذا سيقول فريد عن ذهاب سيران بدونه للاجتماع؟ من المحتمل أن تسمع سيران عن معركة فريد وسيردار، وستكون هذه حجتها لأنه لم يأتي لهذا ذهبت بدونه. وبالطبع بعد لقاء سيران بإيفا سيزداد خوف فريد من فقدانها، لذلك سيواصل التفكير في الأمر طوال الوقت. بعبارة أخرى، يبدو أن الجملة التي وجهتها سيران لفريد، أي عندما أخبرته عبارة يمكننا التفكير إذا مر اليوم دون وقوع حوادث، لن تصبح صالحة بعد الآن، لأن فريد لم يلتزم بالاتفاق ولم يبقى ساكنا. والآن ماذا سيفعل فريد بخطة إفكات لسونا؟ كما نعلم فقد ضغط فريد على سلطان وحاول أخذ الكلام منها، لكن سلطان أخبرته بأخف شيء، والمتمثل في تزويج فؤاد بسونا. على الرغم من أن فريد كان يشعر بالغرابة من هذا الموقف، أعتقد أنه ربما لن يكون قادرا على إخبار سيران بهذا بسهولة، وبطريقة ما سيخبر عابدين بذلك. أظن أنه سيكون هناك ضيوف في المسلسل وهم أبطال مسلسل عمر. سيكون رشاد أديم أوغلو ونجله عمر ضيوفا من سلسلة عمر التي تنتجها نفس شركة الإنتاج. سيكون تدخلهم على الأرجح لتخفيف التوتر بين عائلة كورهان وسيردار. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتكم التحليلات القادمة.